تقرير يكشف دور الصحراء في احتدام المنافسة بين المغرب والجزائر نحو التسلح. فقضية الصحراء المغربية تلعب دورا هاما في السباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر، حيث يسعى البلدان إلى تقوية واجهاتهما العسكرية لمواجهة أي تهديد أو انزلاق نحو مواجهة عسكرية. فقد كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقرير نشره حول الإنفاق العسكري العالمي على التسلح لعام 2022 عن استمرار المغرب والجزائر على رأس قائمة أكثر البلدان الإفريقية إنفاقا على شراء الأسلحة خلال العام المنصرم. وقال التقرير إن واردات المغرب من الأسلحة في الخمس سنوات الأخيرة تراجعت بنسبة 20% مقارنة بواردته بين 2013 و 2017، في حين أن الجزائر سجلت تراجعا أكبر بلغت نسبته 58% مقارنة بالفترة الخماسية الأولى، مشيرا إلى أن واردات البلدان الإفريقية من الأسلحة عموما سجلت تراجعا بنسبة 40% في السنوات الخمس المنصرمة. وبحسب ذات المصدر بلغت نسبة ما استورده المغرب بين 2018 و 2022 من الأسلحة 0.8% من مجموع واردات الأسلحة العالمية، مسجلة تراجعا نسبته 1.1% مقارنة بفترة 2017 و 2013. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي المزود الأكبر للرباط بالأسلحة، وقال إن حصة المغرب من مجموع ما استورده من الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 76%، فيما بلغت صادرة فرنسا من السلاح نحو المغرب خلال نفس الفترة 15%، كثاني وجهة يفضلها المغرب لاقتناء الأسلحة. ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6.8%. وتلعب قضية الصحراء دورا هاما في السباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر، حيث يسعى البلدان إلى تقوية واجهاتهما العسكرية لمواجهة أي تهديد أو انزلاق نحو مواجهة عسكرية، في ظل استمرار الخلافات والأزمات الثنائية بين البلدين في عدد من القضايا أبرزها قضية الصحراء. ومن المرتقب أن ترتفع حمى التسلح لدى الجزائر التي ترى في المغرب حصانا يصعب كبح جماحه، خاصة مع الانتصارات التي حققها على عدة أصعدة سياسية واقتصادية ورياضية، ونجاحه في مواجهة بلدان تعتبر قوية وذات نفوذ، إضافة إلى الضغط الذي بدأ يكثم أنفاس الجزائر والبوليساريو من الشعب الجزائري والمحتجزين بمخيمات تندوف، والأسئلة الحارقة التي تقض مضجع قطاع الطرق بالجزائر وميليشيات البوليساريو. فالكبرانات لا يزالون ينفقون الغالي والنفيس من أجل معاداة المملكة المغربية، ويسعون جاهدين إلى إقناع الرأي العام بكونهم ضحية ومدافعين عن الشعوب المظلومة. في هذا الإطار تم إنفاق الملايين من الدولارات لتطوير مطار تندوف العسكري وتحويله إلى قاعدة عسكرية جوية أساسية للجيش الجزائري. ووفق العديد من المتتبعين فيمكن تفسير تحويل المطار المذكور إلى قاعدة جوية وما تم نقله خلال الأشهر الأخيرة من أسلحة هذا المطار بمثابة استعدادات للحرب ضد المغرب، خصوصا بعدما أمر رئيس الأركان الجيش الجزائري بنقل عدد من المقاتلات الروسية ميغ 29 SMT والسخوي 30 إليه. كما تم نقل مجموعة من الطائرات بدون طيار من نوع وينغلونغ 2 في شهر يناير 2023، وقبلها خلال دجنبر من سنة 2022، بالإضافة إلى سرب من المروحيات المقاتلة بموازاة تثبيت ضباط دائمين في هذا المطار العسكري، ونقل العديد من الرادارات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة لهذه القاعدة المتخمة للحدود مع المغرب، وعلى رأسها الرادار الروسي المتطور. وقد تم الانتهاء من تطوير مطار ولاية تندوف وتحويله إلى قاعدة جوية ثابتة مباشرة بعد تقوية مدرجه الثاني، وبناء العديد من المرابط التي تستطيع استقبال الطائرات العسكرية الحربية، وتشييد مجموعة من المخازن والتي بدأت بالفعل في استقبال الأسلحة والذخائر المتنوعة. في سياق متصل وبالعودة إلى النزاع المغربي الجزائري، فقد خرقت الجزائر اتفاقية الموقعة مع المغرب في عام 1969 والتي تمنع في مادتيها الرابعة والخامسة
على الدولتين مهاجمة أراضي بعضهما البعض أو تحالف أحدهما ضد الآخر، وفتحت عبر حدودها ممرات لميليشيات البوليساريو من أجل مهاجمة الأراضي المغربية، حيث وصلت مفرقعات الجبهة الانفصالية إلى منطقة روس بن عمرة وقطاع الفرسية، منطقة فدر التمات وقطاع حوزة، ومنطقتي الشيضمية والعقد وقطاع المحبس.